ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أعطينا كثيرا من النعيم لا نحصوها، وهيا نشكر أيها المسلمين لهذا النعيم، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تعظيما وإكراما إلى مدير المؤسسة تربية الإسلامية أياه وأهله وأبتي وكل معلمين في هذا المعهد الذي نحن نحب ولا أنثي إلى جميع الحاضرين والحاضرات في هذا المكان المبارك. في هذه المناسبة أعطيني فرصة لأقدم لكم خطبتي تحت الموضوع: الصيام عبادة عجيبة. إخواني في العقيدة، شهر رمضان له مكانة خاصة في الإسلام، ولذلك اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اهتماما بالغا بهذا الشهر المبارك. وإن شهر رمضان لشهر فتحت في أبواب السماء وغلقت أبواب النيران وسفدت الشياطين ومرادة الجن لكي يستطيع المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون ربهم ليساعدهم في أدراك شهر رمضان ليأخذهم إلى شهر رمضان القديم، فقد بدأوا يدعون ربهم ليساعدهم في أدراك شهر رمضان منذ 6 شهور أو 3 شهور قبل مجيئه. إخواني في الدين، قد كتب على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصيام كما كتب على الذين من قبله، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وإن شهر رمضان عبادة عجيبة، وإن كل عمل بني آدم يضاعف له 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلا الصوم، كما قال عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه تعالى: كل عمل بني آدم يضاعف له إلا الصوم فإنه لي إلا الجوع والعطش. وعلى ذلك يرجى من كل مسلم ألا يكف عن الأكل والشرب والجماع، فقد بل يجب عليها كف جميع الأعضاء من العين والأذن والفم والقلب عن المكاره والآثام في هذا الشهر المبارك. أيها المستمعون الكرام، حث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمته بالصيام مخلصين لله تعالى خاشعين له، ونبههم عن كف العمل والقول اللذين مخلصين لله تعالى.
وأبناءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه إذا جاء العشر الأواخر من رمضان استعد استعدادا تاما وأيقظ أهله للاشتغال في عبادة الله تعالى، وكذلك حث أمته أن يطلبوا تلك الليلة ويشتغلوا فيها بالعبادة، لأن الأرض تضيق بالملائكة في تلك الليلة، وعلى رأسهم جبريل يدعون الله أن يرحم المسلمين. وإن كل إنسان من المجتمع الإسلامي ينتظر مجيء شهر رمضان بفرح وسرور، وكان أشد فرحا في رمضان لأنه شهر فيه رحمة ومغفرة. إخواني السعداء، لضيق الوقت ولا أستطيع أن أطول كلامي في هذا الشهر المبارك، ولذلك أطلب منكم العفو إن وجدتم الخطأ في خطبتي متواضعة، أن يبارك لنا ويطول عمرنا حتى نستطيع أن ندرك نشكر وأدعو الله عز وجل. وأخيرا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.